كبران تخطاتلت مدبنا كما يوعلكم كما يحضركم مساكم راديو دمص حرنت اهغراو هدت كاب هاجرش ودن مساهم راديو دمص حرنت اهغراو هدت كاب هاجرش ودن كبران تخطاتلت مدبنا بأري لومي لتعسرتو سلسة طريق للتشعن عسرتو شمونتن عامة مهرت فرنجي ساعد حدا دحر قطري مدبنا انهو اب اف ان سمانان شمونتن ميغهاز ركب كوينو بخلت يوم علام قنقاتاتنا تقرينيان عربن زفنو مدبو انهو يجمر بمقصال كبران تخطاتلت مدبنا بأري مسلان لو مدباتنا نمللاي دا أكل قداماي كم تلمود سمنا وزينا خلوناي كتسلناها أقداسي أرستي السخاء بسلفي ديمقراسي حزب إرترا مالت هلوخناتات هاجرنان زونانان زمركت مجلسي سلفي ديمقراسي حزب إرترا بزعبا أبكبابينا زفايزولو وطرن السلالفة حيلتاتن زبل سنفلتتاون سفيحين شبتين نصر زخانة قلوص زخانة تنتاني حزل ناي أبومبر سلفي ديمقراسيس بيرترا كبعلو بقال كسمعوا يهم بمقصال كبران تخطاتلت مدبنا زلكم رئيتو حبريتا خمون زخونه يكون حبرساوي ملكتاتات تكون سناي من نيت مسدليو حمسنا بانا خبصح كا دغيمنا دغاغمنا نزخاخر قطتا ترخبونا مستدليو انا استوديونا قصر سلكي 031 2610 خوينو جن زخونه يكون رئيتاتكم اب دمص حرنت جيميل كا زلكم رئيتون هاجراوي زخونه حبريتا خصدلنا دغيمنا اندغاغيمنا نحبر لذي كبران تخطاتلت مدبنا بأري حجي أب سرع مدبنا مالت دحرق قرب دقائق أبار زينا خاتيه نايلون مدب أقربتنا دالوتن صحيح لتا بتغرينيا كم أخاء محمود اسماعيل بعنق عرب خونيو سناي مكتال بمبال دحرق قرب أبار زينا خنقاتو إنا
أرئيس زينا علت 13 طري 2018 عام تمرد فرنجي سلفي ديمقراطي حزب إرترا أب جمجم قيح بحري إندا برخز مخيط زلو بزعبالو من مسحاباتون وطرتاتون شغلتو قليسو ناي حورات هاجرات تكال سدتنيا إسرائيل كاب هاجرا زلو أب هاجرا زلو أفريقياويان سدتنيا بزي فقادهم نبكال هاجر كيت تيسوم كيت تيسوم تصويعو سودان وسخوا غاباني زوجها هارو تقاومو حدث مهاراي تقتيلو እንደገና ሱዳን ዶባታ ዘዓጾቱ ለምኽንያት ኣብ ኤርትራን ግብጽን ጸጥታው ስጋት ስለዘለዋ ብምዃኑ ኸዓ ብዕሊ ገሊጻ نايمود أتازيناها بريسيدنت سرعة هجدت مس بريسيدنت جبسي تراخيبو نايكلت معالت عدات جيرو نهاجرو تماليشو بالتفعل على عين السماعتكم تجورخ يوري الله زينا بزرزر سلفي ديمقراطي حزب إرترا أب جماجم كيح بحري اندبر رخيز خيد بزعبا هلو خناتات غريتا سلفي ديمقراطي حزب إرترا أب جماجم كيح بحري اندبر رخيز خيد زلو بزعبا زلو مسحاباتن وطرن شغلتو قليسو أبومبر سلفي ديمقراطي حزب إرترا بشمنت تريخ تشعن عصر شمنتن نتعب كلتي يجمعهم بحري نا عرجز خيزلو حدقن يانا يوجد دبنا بزملكز حاضر شاقلت بزملكت مجلسي أوصيو أما مجلسيو نايت كبابي منجستات نتي أبعتن زخفت زلو ناي قداماو تهدر أو مدبرات كعصون كابتي نمسرت أو ربحاتات ناي هزبن زي عقب متخابات كوتس خاء بعلي سويعو
أبومبر سلفي ديمقراطي حزب إرترا أتو منغست أباسمروم أبتسفيح دحر بايتا نايت مسحاباتن وطرن زدهسس مغلص بزملكتم أكلات فللياتم مسحاباتن بسلامة أقباب طرح كفتحو خا صويعو إتي مغلصي سلفي ديمقراطي حزب إرترا إزي زوبا ننويح غزي قداي كغبرو صنحو زي قنوع ممحدار وقعاتن تفطرأوي حدقاتاتن بحفشاو تقيسو فلاي دمانا بإرترا بمتوكار بسنكتي إيطالياو مجزات تفطرو سنسلتاو قاعد راح زي كوني أبز حلف عسران شدشتن ناي ناسنت عمتات أب إرترا استخادس سلستو قاعد زوردو قدعت ون حبيرو أبرئس زي إتمجلسي أتحيزو إرتراويان زباون علم لخاون الرقاحيتات مساي كونتات إرترا خمس صلوة كستبهلولو كم زقبهم التحساسيبو سلازخا أبزي وان إزي ناي عبي سئلي ناي تسأجم كبدهو كم سأجم كبدهون نتناي حبار بدهوتات بحبار وعقني كقطموان كم زقبا خا أجنزيبو ناي حبرات هاجرات تكال سدتنيا إسرائيل كاب هاجرا زو صاعات زوصو أفريقاويان سدتنياتات بزي فقادهم نابكال هاجر كيت تايس صويعو كاف جنيفات تبقسي ناي حبرات هاجرات تكال سدتنيا من قصة إسرائيل كاف هاجرون زلو بأشحات زغصورو إرتراويان سوداناويان سدتنياتات حتى تعبان بزي فقادهم نابكال أوت هاجرات تحت سهارة كيت تايس تمحتينو إسرائيل بهاجرة زلو أفريقيان سدتنياتات بناي كالوت هاجرات ناي متياس بوليسي كاب كلتشن 10 سنين عمت مرد جمر انتخونك ساب حجي كي تتكبره كم زنحه حبيرو وهاب قال ناي حبرات هاجرات تكال سدتنياتات ويليام بيندلر انت خونه ازي ابطري كلتشعن 10 شمونتن كتكبر زي تقلصي إرتراويانن سوداناويان سدتنيا بزي فقادهم نابسالسي هاجر متياس زبل بوليسي تكالهم كم زت حساسبهم كا قليصهم وقعوا مجلسي تي بوليسي نتوم ناي عقبا حتى أب مسرح نزلو بزملكت بمخانو ويون حتى عقبا بمقوح تأثيرهم أب معرفون فارتيكو الصدي خلقيهم بالو زسكف إيو بزي فقادهم ناب وصيتاوي حلوة زي بلن هاجرات متياس زوم سبات زقصل سقمتوتات بليبيا أبيلهم ناب أوروبا نمصح مقعز مخانو مردا دما زيادة التحساسة بكوينو إيو أبز حجي أوان إزي أستاذ عسران شو عتن شح إرتراويانن شو عتن شحن شو منت مئتين سودانويان سدتنيا أب إسرائيل زركوب مخانم منقستي نتنا عقبا مسرح كابنا حبرات منقستات تكالات سدتنياتات أب كلتشحن تشعتن عمت مهرات دحري مقرابو دحري زيد ما عسرت إرتراويان حدا سوداناو طرح كم سدتنيا أفلطو بمركبهم اتتكال وسيخو يحبر اتتكال أم حدار كلتشعن 15 كساب تحساس كلتشعن 10 شوعتن أب كتما روما ززارة ربهم 8 إرتراويان سدتنياتات حتى تعقباب زي فقادهم بإسرائيل نابكال هاجر متياسهم كم زغلوص زحبرو وهاب قال اتتكال إذا دمان عدقنيا نتي بوليسي زرئيو إلهم نساتهم بتوسخهم بزحتهم كاب إسرائيل زركو إرتراويان مدربدا سيناي دحري بزح سكياتن مسكايتن حلف زحلفو بمخانم بنغلاس تكال إسرائيل نتوم سدتنياتات ناب هاجر زتايسلو منقدي أمدلاو مفتحن مركب مس منقست إسرائيل نمسرح دلو مخانو ناي حبرات هاجرات ناي سدتنياتات بصحفة تقيسو سودان وغاوسخ باني زغها هروت قاوم مو حدا تمهاراي تقتلوا اب سودان زباتات دارفورن بلو نايلن نوسخ واغاباني بمقوام بسنبه شوعت تطري اب استخايده سلاماو سلفي حدا تمهاراي قتلون كله حيا لخا قسيلهم بوليس السودان نتي مبزحت تمهارو زخونو امايتات من اسيات تساتفو سلاماو سلفي بمتان غونص بمتقام نتي نايموت مقصلتن حدغا كم زغاطمه وكيل اغلغلوت زينا فرنسا كابتبوتا حبيرو
بواحدنا يوصي هاجر باتيرا أب قلولاو زركب منجس السودان أب ندادي فينو خالقتا نجارات زجورو زنبرة دقوما دحري ملايو وجباني كابت زنورو بعص في زايدو زلو نفرق خنتال فينو 267 باوند السودان زنبرة أبزقوان زي بسلست عص زايدو 450 باوند وكا 25 دولار بصحيو الله أبتي مس إيرترا زداو زلو مبرق السودان وانت ما سألتي كستات أقاتي مخم زلو خايف لهم أما حداري زوبا كسلا آدم جامع آدم مس نبرتي اتزوبا أبزكايد ورقب حدكاب تنكتات ناي نهر واقاباني بزي حقاو منقدي بكونتروباندو ناب إيرترا زسقر زلو كم فينو زيتي زعمسلا حلق تقنغارات مخانو بمتقاسو خاء أيرسعن سودان نتناب إيرترا زو حزلو زي حقاو نقدي كونتروباندو حلقتي نقرات مسققار بات إيران مقصصار سقون تخصد مخانا ناستات حدا ورحي كتت أنقض دحر مصنع أب حموشت تطريق التشعن عصر شمونا الأتحيزة نتمس إيرترا زدو كوابيتات كم زعصوت تخاب وقع عفليتا بزي كازي أب زي حقاو نقدي بالسقار دك سبات توفرو القصبات يخونو بجلتات نمهدان أبتي مس إيرترا زدو كوابيتات فلي حيلي مليشا 5 وافرت كعا ينقر سودان دوباتا زعصوت المخنيات أب إيرتران قبصن تاو سقات سلزلوا مخانو تقلص سودان مس إيرترا زدو بادلو كوابيتات زعصوت المخنيات أب إيرتران قبصن تاو أقلقلو سلزلوا مخانو خاء أفليتو أب سلطان زلو سلفي هاجراو بايتو أب زكايدا أخيبا بمبرق سودان كباب سوا أب قبصن إيرتران تخلو سقعتات كم زلو مكتل أبومبر السلفي إبراهيم محمود حامد بمقلاسو أقلقلوس زينا تشاينا شينهوا حبيرو سودان بسنك إتي سقعتات إتي بحموشتة الرينة مس إيرترا زداو كوعتات معصاو نابتي بوتا سراويتا 5 وافرت زنت سرت حبريتا شينهوا بأربعة الرد ما قبص زركب أمباسادر ناي سودان ناتا 5 حبات تخا ملكتو سودانن قبصن بقداي دوب ماي حلايب أبز زسحابلو زلو وان قبص سراويتانا بإيرترا كم تلخ كاات قلص دحرزي كنوتا السودان بالعلواي وتهدروا أزاز مرح لوخ ناب إثيوبيا كيد إنكولو بريزيدنت سرعة هقدف كا أب قبصي نايكلتا معالتي مبصح مفتصام خا يفلد سرعات هقدف أب زباقرنا أفريقيا بتزامد زحاش زمدنات صنحو هاجر سودان طرحيا نيرا لو مجن تحت مدر الزبيط عملتي أب زوان زي منجستي إرترا مس كلهم قرأت هاجرات إثيوبيا جيبوتي السودان أموتات كا تركب مزيد التأساسرية منجس السودان شمونت إرترا وندقفت سرعات هقدف محبركم ناب كسلا قال خال طرطرات ناي سجردوبن بسطاو قداي ترطرم كم زأسرت كا راديو دمس مدرخ أبز حلف خلتم عالتي حبيرا ناي مود أتا زينا بريسيدنت سرعة قدف مس بريسيدنت قبس تراخيبو تزاراريبو واشنطن كم زرق حتو نا إرترا مراحي سرعة قدف ناب قبسي مس مزنقو عبد الفتح السيسي لو نايكلتا معالتي أب كايرو تراخيبو تزاراريبو اتو مراحة كلتيو هاجرات إن عبيز خيزلون زبلوور كبات نقدن انستيشن انفستمنتن كمؤون زواو على ملخاو قدات كزاراربو كمز تزاراربو خا نا إرترا ناي حبريتا منستر أتا يمانا قبر أب تويتر ناتو زرقحوه قال قصيلهم بريزيدنت إذا كلتا بريزيدنت أبيت منجستي اتحادية من رخاب مزجب لصت غازيتا الأحرام بوغنا كلتا أوير كبات مززامو كم وون بهاجرات وحيز نايل كرنا أفريقان زلو معباليتات بزملكت كم ززتو يخا سبسيبا ملاخ سرعات هقدف نايكلتا معالتات وقع وعدوتو كم فتيمنا هاقروخم تملسخات فليتو بتماساسا لزينا قدماي منستر إثيوبيا هايلا مريم دسالين مس حلق أستاف سودان لتنا جنرال رال إيماد الدين مصطفى بزا حلفة سومون أب أديسابا ترخيب مزراب كم زغبرو برودسكاستينج كوربوريشن
ግብጽي زهابك جبسي صبصاب تقريتا صبصيبا إتوم جنرال بريزيدنت عمر البشير زتلاخ دبدابي كم زركو تحبير الله تمرهنا يزرب زخا أمونغ خليتي هاجرات زلو ركبات محيال مخانو بروجكت عبي قدب هداسي أم جمار اتركب الناحية كمز مثلا أبي صحفت قدامي مينستر حلافي ميديان زركبات حزبن زاديق أبرها زتتقسي فانا زبهال ناي مرخبو زحان صبصيبو بخالي زينانا إثيوبيا مينستر وصاي قداي دكتور ورقنه قبيهو أب حبرات هاجرات إمارات عدت كمز فتصمخا اتزينا يحبر إذا كمزيلون كله أم مدبر تعليم هكدف سوا أصوار زعانت نفاريت ناي جبسي كمز علبة يحبر اتبرت جن نتقامتي سودان تقامتي إثيوبيان كمز وهاب كأ يجلس كوران تخطتلت مدبنا إزي تنك أم سرعات هكدف زقبر زلو حدقن ياركبن سممعاتن هزب إرتراز زي فلطون زي فقدون مريتن ودباتن هاجرنا بيدولونو يعدل الله سلزي إزي كساب كندزي أسكف حدقن بمخانو سلفي ديمقراسي هزب إرترا بسفيح مجلسي أقربا الله سلزي نايلوم زيلانا أبزي كنزمزمينا كبران تخطتلت مدبنا انبقري كم تتفلطو إذا برخت مريت هاجر بحري مدر بحري إرترا هاجرنا دعرنا 3 عامت قالسي إنه 27 عامت أبتزي فتصم والقوم محدر سرعة هقدف تجوقينا إنه اتي مسوقتنا يزم جغانو أحواتنا خاني أب كنتو كم استرفه اسكي إذا زيما بمسوقت زمصت ذا برخت هاجرنا أب كمزي اسكي زاناي نسوقتنا شغاح ترو كيتو سدراي سفازما تاتيو اي تفكي عزمو كما ليت بالعين قدلي بنعسو سفتركم نقع نصحات تدفئوا أطمئكم منكا بسم فالو لنا تلمكم تنفاسات ننزع يمين النابلكم حقتها تمسكا تاريخ تسكيمة صار مستير زخبده نزو خلو تيره مقابر وريده حزبي كي بتاتن كي كون زقدده مع سمو حتين مسواتي تبزني أما مسواتي نقصانتكم من دي حليمة ولاديكم تحبيمكم كتنبرو جقنا تسمي بسلام كتنبرو لينا مسوات ريعمة انبر رأي مع سنيرو سقاي نسقزاي دكاي كعنقلو كي حرمم حنساس يا جقنتي هبكم بون نفاس ما انت هزبين دي كفيليو تنفاس دحان معلت الله نايز كل حزن سقايته تقبر تاريخ يموتن جقنا تنسيون هزبو زدحن دبس هاي سماعات أبعمل عند الشمعة جامعات اللامات كل عامل عمت مرعى يعين زي أمكنا دمي زحف
أنتي أبز نخيت أنتلني خم كتشا أعتمتي إن دالو تفحر خبشا أعتمت تجنا له بكل سقمتي تغفلوني نفسي وكف معلتي مسواتي كنت خينوس تبلون إحنا نسو دمي معسكر بديك خينو تقديه فليسو أعتمتي معسكر خينو تنفليسو مريت تفاقات بلا رحسو نزر السعكم سي تبلون إحنا نسو اتزفلطو جقنا هزبس هزو خينو فلسو يلخوم يلخن أي قال سيد صوتي حسابكم كحيتكم مو خين قد دمي زغت منا يرأين له صموان عايزون دقي سقاي هزبي بزحو مسكبودون مقابري تعسا يسمعن له تعسانا يمسك ملكت نايقوس لي كاب تطرلكم تقي حيقتا خاب قبركم كي تتنفسوا حقي سمايون الله كبوارح بركي مقابر تمو كامنا هلوات سنكي تكهنو فتكهنو كابشحات زركبه خصمدكم كم بعراي لفنتي حجر قيرو ما ناي وحدات حزاتي جقنا دو تساينو ناي حزب مباتي قندحان نايزو كله سقايا له معتي حما عصب مبار يلن حما حزبي انصار بربرتو كواز وفرن هبي كاب سماي كورد ناي امتكم سربي بسماي محلو كنا حدا لبي تطيعو وحدات حبابو اي حدا بيمو دقي حجونا وهم يعطوا زناري سووا طرح كيكون مصوع اسمي حدري تركبكم فصموا امامي دمكم يتحوس يتنبر مسلمي سعبوا حدري تلمقلم عصمي شعو خقهادي وزنبر كلام تكبرينا حدري مسوعتها عبرهم قدشل هزبي كسلنا مقابلها كبران تخطاتلت مدبنا امباري بملؤ مس زيمؤون مس قطمتاتون اتحقنيا تاريخ ناي هزبنا اتحقنيا قالسي نايتي جغنا هزبنا بخمزي حدر سوءاتنا تأليمنا مالتي كلنا كابزن مقصال مبار كبران تخطاتلت مدبنا خمتي يم توزبلناكم حجي اتي مجلسي ناي سلفي ديمقراسي هزبي ارترا نزل حدقن يركبن سمعتن هزبي ارترا زي فلطون زي فقدون مريتن ودباتن هاجرن بيدونونو يعدل زلول لوجزي إذا خصابكن لا يسكفن حدقن يا مخانو سلفي ديمقراسي هزبي ارترا بأدنا ميزانن رجوز بوصول حقنيا تنتاني بأبومبر سلفي ديمقراسي هزبي ارترا كقرب ايو سلازي نزها غير زي آن ممساء تسوء جوغانو ناي 3 عمت
كنسمع صنحنا حج خا انهم بار كبرات تخاتلت مدنا ابومبر سلف ديمقراسي بإرترا بق تقادلاي منغستاب اسمورم ناي علا شمونت طر زهبو مغلصي بقالو كسمعو انه مغلصي سلف ديمقراسي حزب إرترا بزعباتي ابكبابينا زخيد زلو وطرن السلالفة حيلتاتن واحزاب زوبا قرني افريقيا ننوح اوان قداي حماق محدرا قداي درقن وقئن كوينوم صنيحومن اللون يوم اب عالم تسديدوم زركبو إرتراويان إثيوبياويان سوداناويانن صومالاويانن دما نزي حق زي زراغاغصو هياو مسكرنت يوم حزب إرترا دما كاورار طاليان جميرو كساب حجي بوقئن صعبيناتون ناتساقيه እዩ ዝነብር ዘሎ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፈ 16 ናይ ነጻነት ዓመታት ጥራሕ እኳ ምስ የመን ኢትዮጵያን ጅቡቲን ኣብ ውግእ ምእታዋ ኣብ መዛግብ ታሪኽ ሰፊሩ ዝርከብ ሓቂ እዩ ደቡብ ሱዳን እውን ካብ ነጻነት ተጓናጸፈትሉ ዕለት ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ሕድሕድ ውግእ እያ ተሸሚማ ትርከብ ሕጁን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእከላይ መብራቅን ዝዝምቢ ዘሎ ሓደጋታት ብርሰትን ዕንወትን እንበር ምልክታት ናይ ሰላምን ርግኣትን ብልጽግናን ኣይኮነን ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ናይ ስዑድን ኢራንን ውግእ ብውክልና እዩ ኢራን ንሓይልታት ሑቲይን ክትድግፍን ከላ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድማ ንፕሬሲደንት የመን ዓብድረቦ መንሱር ይድግፉለው ኤርትራ ድማ ነቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ኣብ ገማግም ደንካልያ አንጻር ሑቲይን ዝግልገለሉ ወተሃደራዊ መደበር ኣፍቂዳቱላ ኣላ ካብኡ ሓሊፋ እውን ኤርትራ ገለ ወተሃደራዊ ኣሃዱታት ናብ የመን ሊኢኻ ኣብ ውግእ ትሳተፍ ምህላዋ ዝዛረቡ ምንጭታት ኣለው በዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ምብራቃዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኮይና ኣላ ማለት እዩ أمسايا نايزا أبركتو زخا إرترا بمليونات زقصر دولاراتن ندادن تركبن عدم ديكتاتوريا وسرعات كتناوحن كإله قبسيخا أكال نايتي بسعودي عرب زمراح لفنتي هاقرات وشمت إياه قبسي بمخنيات مهنات قدب تنساي أفلق نيل مس إثيوبيا أبكبيد وطريقاتها تركب السودان ون كبافلق نيل زلوا ربحان كابتمس قبسي زالصحاحب نايدوب حتو حلايبن تبقسا أبقورني إثيوبيا إيا دويلا زالة أبرأس زي السودان زمرح زلو ناي إخوان المسلمين وإسلاما وحونت سنة حساب زختل منقستي هاقراو دحنة السودان بتي أبلع لنا سنة حساب محازقو زخوانة بريسيدنت مرسي ببريسيدنت عبد الفتح السيسي اتخايد علوا حقو سايكونن قبسي وين تركن قطرن عبالات اخوان المسلمين ناي قبسي عقبا محبن حقستي ايكونتن انصار بريسيدنت اردوغان ناي تركي ابستخايده ناي علوا فتنه وين تركي نقبسي الى لو الى تخصايا سلازي وتهدروا مدبر تركي ابسواكين مهلاو نقبسي زقسن قداي ايكخوني سلازي ابتينا يقرن افريقيا زلو السلالفانا حيدتات إرتران قبصن بحادة شنخ إثيوبيان سودان دما ابتخال شنخ اللوا بريسيدنت إساياس عرب عمارات بتصحوت كقبرن كله قدامي منستر هايلا مريم دسالين أبقى مسيحو لعلوت وتهدرات قبصين بإرتراي ملالسو مهلاهم أما دبر سوان تقاومتو الدبات ناي قربا فتح قرات زد تقالالي ناي سلطانا مدبات نسراويت إرتراك هبو مجمارو من كالق وتهدراوي حاجزات محابون نستسمعي السودان بقون بقو أب أوراجا كسلا ناي هسوس كنتات أواج مؤواجان مس إرترا زد داوب كبابيتات بشحات سقصر تورواري سراويتا بملآخ معصوان اتي حدقاتات أب أفدق جزانا بسيحو مهلاو زحبر ملكتي السودان ولاكا بوقعي أكال نايت بسعودي زمرح لفنتي انتخانات بقبر قن مس تركي زلوا زندناتات كتدلدليات الرئيز الله
اتزجهات زلو متأخخاباتن مفللاياتن ሃይማኖታውን ስነ ሐሳባውን ትሕዝቶ ዘለዎውን እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ሱኒ ዝኾነ እስላማዊ ዓለም ስዑድ ዓረብ ናይ ወሃቢይን ሃይማኖት ተኸታሊት ክትከውን እንከላ ቱርኪ ሱዳንን ቀጠር ድማ ናይ ኢኽዋን አልሙስሊሚን ተኸተልቲ እየን ካብዚ ብምብጋስ ኣብዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዝኸይድ ዘሎ ቅድድም ናይ ጽልዋታት ምስፋሕ ቱርኪ ኣብ ወደብ ሰዋኪን ናይ ሱዳንን ኣብ ሶማሊያን ወተሃደራዊ መደበር ክትመስረት ትረአላ እዚ ድማ ሃገራት ዓረብ ናይ ቀደም ዑስማናዊት ንግስነት ናይ ቱርኪ ናብ ባሕሪ ዓረብ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ይበጽእ ኣሎ ዝብል ስግኣታት ይፈጥረልና ኣሎ ስለዚ ሓደጋታት ናይ ውግእ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ክፋላት ማለት ምብራቃውን ምዕራባውን ወይ ኣፍሪቃውን እስያውን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ይዝምቢ ዘሎ ክልቲኡ ዝዞባዚ ሰላም ተዳእሲኑ بقيح بحري زحلف نقدون أب حدقا خاتيو نزي أبزونانا نريو زلنا مقامنا يمحزنتات مستي روسيا تركن إيرانن بحد شنخ أمريكان إسرائيلن دما بحد شنخ أما مأكلاي مبرق زكايدو أزلوها وددرات انتدات أميرنايو أب هاقرات كرنا أفريكا زفتر وشتاو قلولاو ناب عبي زوباوي بارعك السقاقر زخلو اللوع الدلات سفح مقانون سلفي ديمقراسي زغي إرترا يمزن بريزيدنت دونالد ترامب نيورساليم كم رئيس كتمانا إسرائيل مفلاتو كاب كل كرنعاتنا عالم بحرفشا كاب إسلاماون نيورساليم كم رئيس كتمانا إسرائيل مفلاتو كاب كل كرنعاتنا عالم بحرفشا كاب إسلاماون عرباون عالم دما بفلاي برتعنا يتقاومو دمسي مسعابو እቲ ተደጉሉ ዘሎ ሓዊ ንኽባራዕ ክርቢት ጥራሕ ዝጽበ ዘሎ ምዃኑ ይዝሕብር ካብዚ ገምጋምን ሚዛንን ብምብጋስ ከዓ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎአን ዘሎ ግርጭታት ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሓ ኣብ ሃገረን ዝርከብ ናይ ገዳም ሓይልታት ወተሃደራዊ መደበራት ብቕልጡፍ ክዓጽዋን ካብዚ ኣብ ረብሓ ናይ ኣሕዛብ ዘይተመርኮሰ ምሕዝነታት ክወፃን ንጽውዕ ህዝብን ተቃውምቲ ውድባትን ኤርትራ ድማ ካብ ሓጺርን ጸቢብን ኣጠማምታ ወፂኦም ናይ ኤርትራ መጻኢ ብኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ብዞባውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት እውን ዝጽሎ ምዃኑ ክግንዘቡን ካብ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይመሰረታውን ንኣሽቱ ፍልልያትን ንዝዓበዩ ብድሆታትን ክጥምቱን ኣርሒቆም ክሓስቡን ከነዘኻኽር ንፈቱ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዙሕ ዕንወትን ህልቂትን የስዕብ ስለ ዘሎ ብቕልጡፍ ደው ክብልን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መገድታት ክፉት ክኸውንን ንጽውዕ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣቦ ወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 8 ጥሪ 2018 كبران تخاتلت مدبنا أمباري كمزي مثل مجلسي ناي أبومبر سلفي ديمقراطي بيرترا بحق نصورن برهن تاريخهم مصاصون تلك عجب زخنه حبريتا نخلنا تمرتيو أبومبر يغني لنا كتصيلو خا اسكي نهزب السودان كاني انتي قبليو حنتنا السودان درفي اسكي يا هو يا ولد او على البلد تبلسكي حتصر زي ما ناي السودان كان اسمعكم Oh yeah.
كورن تقاتلت بدبدان باري إذا ونام سوداناويت كم زجرا خت بالنكلا تخلو خناتات نايت هاجر بالطعمي أبقى سكف خناتات سلزلو مالتي سلزي كورن تقاتلت مدبنا نايلوم نايت غرينيا مدنا أبزازمنا لا دعرو بالدقائق أبناي عرب مدب كتوكمي سابز مسقدام بحدش مدب نراخب السنايك أنا بمبال نفانوك المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتكرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية على FM 88 للمستمعين داخل السويد، أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو otta.se. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بالتقرينية والعربي. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البصمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن نترككم مع برامجنا المعد لهذا اليوم. أولا الأخبار لهذا الأسبوع، من ثم أغاني إريترية هادفة. مقالنا الأسبوع وهو بعنوان EPDP تعرب عن قلقها إزاء الصراعات المتزايدة والتوترات في حوض البحر الأحمر. متابعة طيبة مستمعين الكرام، والآن إلى الأخبار بعد هذا الفاصل. إقرار سوداني بتدهور العلاقات مع أسمرة. في التطور لافت، قطع نائب الرئيس السوداني لشؤون الحزب إبراهيم محمود حامد بأن إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود وحالة الاستنفار بولاية كسلا تأتي ردا على التحركات العسكرية الإريترية المصرية الموجهة ضد بلده انطلاقا من منطقة ساوا الإريترية. تأتي تصريحات محمود للصحفيين عقب ختام اجتماع ضم المكتب القيادي للحزب المؤتمر الوطني الحاكم بنائب الرئيس ورئيس الوزراء بكري حسن صالح، وانتهى بعد الساعة 1 فجرا بتوقيت الخرطوم يوم الخميس. وقد استعرض الاجتماع الذي استغرق لساعات عدد من القضايا، وفي مقدمتها العلاقة مع الجارة إريتريا. وتأتي تصريحات محمود قاطعة كل التكهنات التي
راجت مؤخرا بأن إعلان الطوارئ لا علاقة له بالعلاقات الإريترية السودانية، ولتؤكد صحة ما ذهبت إليه في الأسبوع الماضي من أن العلاقة بين الخرطوم وأسمرة تحوم حولها الشكوك، بينما أكد مصدر صحفي سوداني أن تلك العلاقات شابهة للتدهور منذ شهور، وتفجرت بعد زيارة نائب الرئيس السودان مؤخرا لأسمرة. أفورقي للقاهرة والفريق عدوي بأديس أبابا وكسلا تستنفر. لقد التقى سياس أفورقي يوم الثلاثاء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة تأتي لصب مزيد من التعقيد في أرجاء منطقة القرن الأفريقي التي تتدهور بشكل متسارع. تتزامن زيارة الرئيس الإريتري جمهورية مصر مع زيارة هامة يقوم بها رئيس أركان الجيش السوداني للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والإعلان رسميا لحالة الاستنفار والتعبئة بولاية كسلا. زيارة أفورقي هي الرابعة للقاهرة منذ وصول الرئيس السيسي لسد الحكم، وسيبحث خلالهما عدد من الملفات ومستجدات الأوضاع في دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي وتطورات القضايا الإقليمية والدولية المشتركة. من جهة، سجل رئيس الأركان في الجيش السوداني الفريق عماد الدين مصطفى زيارة مفاجئة إلى أثيوبيا لبحث التطورات العسكرية والأمنية في الحدود الشرقية للسودان. وقد التقى عدوي برئيس الوزراء الأثيوبي هيلي ماريام وعدد من العسكريين ورجال المخابرات الأثيوبيين، بينما أعلن والي ولاية كسلا المتاحة للحدود حالة الاستنفار والتعبئة في كل محلياتها ومدنها، وتعالت وعود قوات الدفاع الشعبي وأصوات الجهاد في كل أنحاء الولاية التي أعلن من خلالها قفل المعابر الحدودية مع جارتها إريتريا لتنفيذ التقارير القادمة من حدود. إن الوضع في الحدود الإريترية السودانية مشوب بالحذر، كما أن القلق يسيطر على سكان القرى الحدودية، من بينها قرية كرايت السودانية التي نزح عدد من سكانها داخل الحدود السودانية تحسبا لأي طارئ. إحباط محاولة تهريب سلع استهلاكية لدول الجوار بولاية كسلا. أحبطت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية كسلا في إنجاز جديد يضاف لإنجازات الولاية في محاربة التهريب السلع والمواد الاستهلاكية لدول الجوار. أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من مختلف السلع الاستهلاكية والغذائية، شملت أدوية وعقاقير طبية ومستحضرات تجميل وخضروات وفواكه ومواد بترولية وغذائية وغيرها من السلع، كانت في طريقها إلى خارج الولاية. وحيا والي كسلا الأستاذ آدم جماع لدى وقوفه على الإنجاز المحقق حيا دور الجهاز وإفراد المنتشرين عبر وحداتهم على الشريط الحدودي لحماية اقتصاد البلاد مع الأجهزة الأمنية الأخرى. وقال إن الأجهزة الأمنية بالولاية يدخل عملها في حيز قانون حالة الطوارئ المعلن بالولاية لتحقيق الانتصار لأهل السودان، مشيرا إلى أن كسلا استفادت كثيرا من قانون حالة الطوارئ وقفل المعابر الحدودية، مضيفا أن مواطنين الولاية تضرروا كثيرا من تهريب السلع بكميات كبيرة، خاصة الدقيق والوقود وغيرها من المسائل القريبة التي كشفت أن السودان غني بموارد وقادرة على إعانة دول الجوار، مؤكدا في ذات الوقت سياسة حسن الجوار مع الجميع بحيث لا يتضرر أحدا. وجدد جماع ثقته في الأجهزة الأمنية المختلفة وإدراكها للمسؤولية تجاه حماية الوطن واقتصاده. ومن جانبها أوضح اللواء شرطة يحيى هادي سليمان مدير شرطة ولاية كسل مقرر للجنة الأمن أن جريمة تهريب السلع الاستهلاكية تمثل طعنا في اقتصاد البلاد وخاصة الوطن، مشيرا إلى أن الجناه في سبيل الحصول على المال يتسابقون في ارتكاب جرائمهم. وأضاف سليمان أن الإنجازات التي ظلت تتحقق بالولاية في هذا الجانب تمثل إجابة واضحة للسؤال ظل يتردد عن سبب قفل المعابر الحدودية مع دول الجوار، مؤكد بأن الجناه سينالون العقاب الرادع، وأن الأجهزة الأمنية بكل وحداتها عبر اللجنة أمن الولاية ستقف سدا منيعا لدرء الجرائم الدولية والحدودية لتنعم البلاد بحدود آمنة مستقرة. وكما تم ضبط أيضا محاولة تهريب 90 إريتريين لولاية كسلا. أحبطت القوات الأمنية بولاية كسلا عملية تهريب أكثر من 90 إريتريا بمحلية خشم القربة بولاية كسلا، وهم قادمون من دولة إريتريا المجاورة لكسلا. وشرعت السلطات الأمنية في تقديم التجار المهربين لمحاكمة عاجلة.
وذكر موقع الشروق أن عملية إحباط تهريب الإريتريين تمت في اليومين الماضيين، كما ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكسلة كميات كبيرة من المواد الغذائية في طريقها لدول الجوار. وأضاف الجريمة تمثل إجابة كافية للسؤال ظل يتردد لماذا تم كل هذه الأمور وقفل الحدود مع إريتريا. رئيس وزراء إثيوبيا يبدأ زيارة لمصر يوم الأحد غدا. كشف الدبلوماسي مصري مسؤول أن رئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين سوف يبدأ زيارة لمصر غدا، وذلك بعد تأجيلها شهرا نظرا لارتباطات خاصة بالمسؤول الإثيوبي. وأوضح الدبلوماسي المسؤول ل24 أن رئيس الوزراء الإثيوبي سوف يشارك في أعماله اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين في البلدين. من المقرر أن يلقى رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين كلمة في مجلس النواب المصري حسب جدول الزيارة المعلنة مسبقا، ويبحث مع الرئيس السيسي تطورات المفاوضات الخاصة بمسار سد النهضة الإثيوبي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى زيارة رسمية لإثيوبيا الشهر الماضي لبحث مفاوضات سد النهضة، واقترح مشاركة البنك الدولي في مفاوضات السد كطرف محايد. السودان توقيفات للمتهمين بالعمالة لدول خارجية والتخطيط لقلب نظام الحكم. كشف مصادر سودانية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في حديث مع العربي الجديد إن الخرطوم وقفت عناصر سودانية في عدد من المؤسسات والجهاز المختلفة وفتحت تحقيقا معهم بعد توجيه اتهامات لهم بالعمالة لدول خارجية والتخطيط لإثارة قلاقل وقلب نظام الحكم، لافتة إلى أنه من بين الموقفين أمنيون وعسكريون، بعضهم كان فتح خطوط اتصالات مع دول خليجية على حد وصف المصادر. وجاء تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير يوم الخميس خلال خطاب جماهيري متلفز من مدينة سنجة بولاية سنار جنوب شرقي لتعزز المعلومات عن تهديدات يتعرض لها السودان بعدما أعلن وهو يرتدي بدلته العسكرية إن قوات بلاده مستعدة لصد عدوان المتربصين والمتآمرين والمتمردين بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول أمس. وكرر البشير حديثه بالقول إن المجاهدين جاهزون للفوز بالشهادة والدفاع عن وطنهم، ودعا إلى إحياء ما وصفها بفضيلة الجهاد، وردد شعار جاهزين لحماية الدين، وهو شعار قديم كان يردد عقب وصول البشير إلى الحكم عام 1989. كذلك جاءت تصريحات مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود لتصف في الاتجاه نفسه، إذ أعلن عقب الاجتماع المكتب القيادي للحزب أول من أمس إن بلاده تتحسب من تهديدات أمنية من جارتها مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة ساوا الإريترية المتاخمة لولاية كسل السودانية الشرق، قبل أن يضيف لا نرقب أن يكون بيننا وبين جيراننا مشاكل في المستقبل، بل نريد تعاونا مع كل دول الجوار وكل العالم. إنقاذ 264 مهاجرا قبالة سواحل كالبريا الإيطالية. أعلن خفر سواحل الإيطالي يوم الخميس إنقاذ 264 مهاجرا من أحد المراكب قبالة ساحل منطقة كالبريا الجنوبية، حيث ازداد أخيرا استخدام مهربي البشر للمراكب الصغيرة. وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن طائرة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية رصدت المركب وتم إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن قبالة ساحل مدينة كروتوني، مرجحا أن يكون القارب قد انطلق من تركيا. وشارك السفن تابعة لخفر السواحل الإيطالية في عملية الإنقاذ، إضافة إلى سفينة بريطانية تعمل لصالح فرونتكس. وبين ديسمبر عام 2014 ويناير 2015 تخلى مهربو البشر عن حوالي 6 مراكب كبيرة تحمل مئات المهاجرين قبالة السواحل الإيطالية، وتوفى 10 مهاجرين على الأقل هذا الشهر، وفقد أكثر من 150 بينهم العديد من الأطفال قبالة السواحل. دول أفريقية تطالب ترامب بالاعتذار عن وصفها بالحثالة. ندد السفراء 54 دولة إفريقية بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتضمنت عبارات مسيئة بشأن الهجرة، ووصف فيها بلدان المصدر بأنها حثالة، وطالبوه بالتراجع والاعتذار عنها. وقال السفراء الأفارقة في بيان بعد اجتماع طارئ دام 4 ساعات
إن بلدانهم صدمت بشدة وتعبر عن إدانتها للتصريحات الفاضحة والعنصرية والمتضمنة كراهية الأجانب من جانب ترامب. كما عبر السفراء عن تضامنهم مع شعب هايتي والدول الأخرى المشمولة بتلك التصريحات، موجه الشكر لجميع الأمريكيين الذين أدانوها. وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن ترامب وصفه دولا مثل هايتي والسلفادور إضافة إلى دول إفريقية بأنها بؤر قذرة. جاء ذلك في معرض حديثه على خيبة أمله عندما صرح مشروعون فكرة توفير الحماية للمهاجرين القادمين من هذه الدول. من جهتها دانت بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الولايات المتحدة هذه التصريحات بأقوى العبارات، وطالبت بالتراجع عنها والاعتذار ليس فقط للأفارقة ولكن لكل الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية في جميع أنحاء العالم. كما تناولت وسائل الإعلام السويدية والعالمية باهتمام تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف فيها مهاجري بعض الدول بالحثالة. وركزت تلك الوسائل على تنديد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتلك التصريحات، حيث قال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية خلال إفادة صحفية في جنيف إنه لا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سواء أن يصف تلك التصريحات بالعنصرية البحتة. وكان مصدران أمريكان مطلعان قد قال إن ترامب تساءل لماذا تريد الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية، مشيرا إلى بعضها بتعبير حثالة الدول. ووفقا للمصدرين الذين طالبا عدم نشر اسمهما، جاءت تصريحات ترامب التي أدلى بها في البيت الأبيض في الوقت الذي كان السيناتور الديمقراطي ديك دربين والسيناتور الجمهوري لينزي جرامهام يطلعانه فيه على مشروع قانون جديد للهجرة أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين. وذكر المصدرين أن مسؤولين آخرين من الحكومة كانوا حاضرين أثناء الحديث. ونسب المصدر تم إطلاعه على فحم الحديث إلى ترامب قوله: لماذا نريد كل هؤلاء الناس من إفريقيا هنا؟ هذه حثالة الدول، ينبغي أن نستقبل مزيدا من الناس من النرويج. وقالت النائبة الجمهورية ميا لاف وهي ابنة مهاجرين من هايتي إن التصريحات قاسية ومتعالية ومثيرة للانقسام والصفعة لقيم أمتنا، وطالبت ترامب بالاعتذار للشعب الأمريكي والدول التي أهانها. ولجأ ترامب إلى تويتر في وقت متأخر من يوم الخميس ليرد فيما يبدو على منتقديه. قال: يبدو أن الديمقراطيين مصممون على استقبال الناس وإدخال مخدرات إلى بلادنا عبر الحدود الجنوبية، مخاطرين بأرواح الآلاف. الدنيا وديت لجامع
ينكشون اقل صدر ينسى عقل التاني تعكون ابشل ادو مقطني كمسل نبرادي بعقول ما تكري حقلكم من قلوت لك وورود وديتني مكحيل عالقابل وحقول انتيتو من باسنات وانتيتو جلال حبر حموكي الدنيا يتنبر ودول تاكب الدنيا فادو فتوي فنديو ودول تاكب الدنيا فادو فتوي فنديو دريت تلاوقا وباقي مقبح دليو اقل احدي لرئيت ساسة كريو الطاقم كم سلسب مربات فشامنا دافياتنا ديو وقل هداي كبرت من حليب ما تغنى رويو انتيتو من باسنات وانتيتو جلال حبر حبوكي الدنيا يتنبر. EBDB تعرب عن قلقها إزاء الصراعات المتزايدة والتوترات في حوض البحر الأحمر. أصدر رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي الديمقراطي بيان مؤرخا في 8 يناير 2018 يعرف فيه عن بالغ قلقه إزاء القيوم الخطيرة للحرب على كل الجانبين من البحر الأحمر، وحث حكومات المنطقة على إغلاق الجيش فورا قواعد القوى الخارجية والانسحاب من التحالفات التي لا تخدم المصالح الفضلى لشعوب المنطقة. كما طلب بيان رئيس مجلس الأمن منغست أبس مروم الذي وفر خلفية وفيرة للصراعات والتوترات الأمنية في المنطقة بأسرى من جميع الأطراف المعنية أن تحل خلافاتها سلميا فقط. كما أشار بيان الصادر عن الحزب إلى الحكم السيء والحروب والكوارث الطبيعية التي ضربت شعوب المنطقة منذ فترة طويلة جدا، وذكر بوجه خاص معاناة الإريتريين ليس فقط بسبب سلسلة من الحروب منذ أن استعمرت إيطاليا الإقليم قبل أكثر من قرن، ولكن أيضا من الحروب الثلاثة التي فرضت عليها في السنوات 26 الماضية من وجودها المستقل. كما ذكر الإريتريين بأنهم يدركون تماما أن العوامل الإقليمية والدولية تؤثر أيضا على مستقبل إريتريا وتؤثر عليها، وأن الوقت قد حان لكي يردوا صورة أكبر وأن يبدأوا معا في مواجهة التحديات التي تواجههم، والمطبوع أدناه هو النص الكامل للبيان. بيان EBDB حول التوترات والتحالفات في القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر. كان شعوب القرن الأفريقي ضحية للحكم السيء والجفاف والأعمال القتالية المسلحة منذ وقت طويل، وهذه الحقيقة واضحة من قبل عدد من الإريتريين والأثيوبيين والصوماليين واللاجئين السودانيين المنتشرين في جميع أنحاء العالم. لقد تعرض الشعب الإريتري على وجه الخصوص للآثار السلبية للحروب المستمرة والحملات المسلحة منذ ظهور الاستعمار الإيطالي تحديدا قبل 127 عاما، وحتى في السنوات 26 الماضية من وجودها المستقل. وسعت إريتريا قائمة الحروب بإضافة صراعات مسلحة مع اليمن وإثيوبيا وجيبوتي. مع ذلك فإن ما هو سائد في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الفصح الأوسط في هذه اللحظة بالذات ليس السلام والاستقرار والازدهار، وإنما الدمار والمعاناة الوحشيين. لسوء الحظ تشهد شعوب المنطقة حربا بالوكالة في اليمن قام بها تحالف يقوده السعوديين لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والعشائر الحوثيين الذين تدعمهم إيران. أصبحت إريتريا جزء من الأعمال القتالية الجارية من خلال توفير قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في محافظة دنكاليا في البحر الأحمر الإريتري. وفقا لبعض التقارير أرسلت وحدات مسلحة إلى اليمن، وفي المقابل تلقى النظام الإريتري ملايين الدولارات نقدا وفي شكل نفط، مما يتيح لنفسه أن يطيل قبضته الدكتاتورية للسلطة في البلاد. مصر مع سوء فهمها لم يتم حلها مع إثيوبيا حول بناء سد على نهر النيل، أصبحت جزء من التحالف الخليجي. وقد اختار السودان الذي يواجه حاليا مشاكله الخاصة مع مصر فيما يتعلق بمطالبات الحدود التي لم تحل بعد بشأن مثل مثلث حلايب
ونوايا السودان الاستفادة الكاملة من نصيبه من مياه النيل أن يكون في حالة جيدة مع إثيوبيا. وعلاوة على ذلك فإن الحزب الحاكم في السودان جبهة الإنقاذ الوطني لم يكن سعيدا بالإجراء الذي اتخذه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد النظام المخلص السوداني الإخوان المسلمين من الرئيس المخلوع مرسي. تجدر الإشارة إلى أن تركيا وقطر تقدمتا اللجوء الانقلاب في بلاده. كل هذه الأحداث أثارت عدم الثقة المتبادلة في المنطقة الأوسع. من الواضح أن مصر وإريتريا على النقيض في المواجهة المشتركة بين السودان وإثيوبيا. زار إسياس أفورقي إريتريا الإمارات المتحدة العربية والرئيس الإثيوبي هايلي ماريام ديزالين بجولة في قطر، ويبدو أن الزيارة الأخيرة التي قام بها كبار المسؤولين العسكريين المصريين إلى إريتريا والإمداد الشائعات بالأسلحة وبدء مراكز التدريب في ساوا في إريتريا للقوات المعارضة للحكومات المنطقة قد أثارت إعلان السودان حالة الطوارئ في منطقة كسلا، كما أغلقت حدودها مع إريتريا بإرسال الآلاف من وحدات الانتشار السريع الخاصة إلى المنطقة. وقد أدت هذه التطورات بالفعل إلى زيادة التوتر الأمني بين الاثنين. ويلاحظ أن السودان الذي لا يزال رسميا جزء من الائتلاف الخليجي إلا أنه يواصل تعزيز العلاقات مع تركيا، ربما على أسس دينية وفكرية التي تتقاسمها قطر على حد السواء مع الخط السني الوهابي المملكة العربية السعودية في خضم هذه المسابقة. من أجل التأثير السياسي في القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر تقوم تركيا بإنشاء قواعد عسكرية في سواكن في السودان وفي الصومال، مما يشعل المخاوف المصرية والعربية من العثمانيين التركية القديمة مثل التحرك والتوسع إلى البحر الأحمر التي يرقب العرب في استدعاء الفناء الخلفي الخاص بهم. إن غيوم الحرب التي تجمع على جانب البحر الأحمر تشكل تهديدا كبيرا لهذا الطريق التجاري الهام وخطر على شعوب المنطقة. لذلك يعرب الحزب الديمقراطي الشعب الإريتري عن قلقه العميق إزاء التشكيلات الجارية للتحالفات العسكرية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الجبهة الروسية التركية الإيرانية المعارضة للتحالف الأمريكي الإسرائيلي، واعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة من إسرائيل. وهي حقيقة تعارضها العديد من الأحزاب بالإضافة إلى العالم الإسلامي العربي. ويبدو أن تكثيف الصراعات والأزمات الشديدة يضيف الوقود إلى المشاكل القائمة في بلدان القرن الأفريقي، بالتالي يقرق شعوب المنطقة في أسوأ حالة يمكن تصورها. ولذلك فإننا ندعو بقوة حكومات منطقة القرن الأفريقي إلى حل مشاكلها سلميا وعلى الفور بإغلاق القواعد العسكرية القوة الخارجية والانسحاب من التحالفات التي لا تخدم مصالح الفضلى لشعوب المنطقة. وفي هذا المنعطف الحاسم أيضا يود الحزب الشعبي الإندونيسي أن يوجه الجرس مرة أخرى إلى الشعب الإريتري، وأن تعارض منظمتنا المعارضة للنظام الحاكم إدراكا تاما أن العوامل الإقليمية والدولية تؤثر أيضا على مستقبل إريتريا وتؤثر عليه، ولذلك فقد حان الوقت لكي يتوقف عن الصراعات الصغيرة داخل الأسرة، وأن ينظروا بدلا من ذلك في الصورة الأكبر، وأن يشرعوا معا في مواجهة التحديات التي تواجههم ولايتهم. وختاما نناشد جميع الأطراف المعنية ضبط النفس، وقف الأعمال العدائية في اليمن، وكفاءة تقديم المساعدة الإنسانية على الفور إلى المعاناة في اليمن. سنة جديدة سعيدة. منقس سآب أسمروم رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي الإريتري. كما نحيطكم علما ببشرى انتهاء معاناة أخواننا في سجن الحديدة، حيث تم بفضل الله الإفراج عن 87 شخص صباح اليوم السبت الموافق 13 يناير 2018. ونحن من هنا نقدم بالشكر لكافة من ساهم وبذل الجهد والوقت، وهذه بصمة مشرفة في هذا العمل الأخوي، ونشكر كل من كان واقفا معهم، وهذا تحياتنا لكم. حوانيت الدنيا قبلات كتميني عقوقي ظلمتها معلتا كمينا برا امني قد هذا قد شامو عيرت وعيبي كل
ومن لبلوكي أكررا يتبقى يديدو يتدفني هايت الدنيا سترا كمي تتحمى يمني انتيتو منبعث الناس وانتيتو جلال حبر حموكي الدنيا يتنفر. داهمنا الوقت للختام. إذا كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا في أو تحت الهواء عبر تلفوننا 03-12-61-090 من داخل السويد. أما من خارج السويد فمفتاح السويد هو 0046. كما يمكنكم أيضا مستمعينا الكرام الاستماع للبرامج السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمس حرنت. ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما الآن مستمعين الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربي والتقرنية الذي عد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.